السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، معكم إسلام من قناة إسلام ديزات. قبل أن نبدأ المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك. صراحة أشكركم على هذه المشاهدات. جبنا 30 ألف مشاهدة، جبنا 40 ألف مشاهدة. المشاهدات كلها بالآلاف، شيء جميل، شيء رائع، ولكن نتمنى أيضا أن تكون اللايكات كثيرة وإن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم. صراحة أنا جد فخور بما يقدمه لاعبين الجزائريين. أمر جميل وأمر مشرف ومثلج للصدر أنك تشوف لاعبان جزائريان في نصف نهائي دوري الأبطال، والأروع والأحسن من ذلك هو احتمالية رؤية نهائي جزائري خالص بإسطنبول. إذا خلونا نبدأ أول شيء بفخر العرب رياض محرز، اللي صراحة أعلم بأن أغلبكم راهو فرحان ومسرور أن رياض محرز تأهل لنصف النهائي، ولكن في نفس الوقت أغلبكم راه حزين ومستاء أن رياض محرز لم يشارك لا في مباراة الذهاب ولا في مباراة الإياب. ولكن الآن هناك سؤال وجيه يدور في رأس وفي عقل المشاهد الكريم، اللي هو: هل رياض محرز سيكون أساسي أمام ريال مدريد؟ هل رياض محرز سيلعب أمام ريال مدريد؟ هناك البعض يقول لك لا، رياض لن يلعب لأنه خلاص برناردو قدم أداء جميل، كما نقولوا احنا بالجزائرية صمر بلاصتو في فريق مانشستر سيتي. هناك البعض يقول لك لا، رياض محرز الموسم الماضي قدم مباراة خيالية أمام ريال مدريد، سجل في الإياب ومنح تمريرة حاسمة في الذهاب، لذلك رياض محرز سيكون أساسي. ولكن أنا شخصيا ومن وجهة نظري انا نشوف بانه المعيار الحقيقي اللي راح يخلي رياض محرز يكون اساسي او بديل هو المباريات الخمسه القادمه. هناك يا جماعه 5 مباريات قادمه قبل مباراة ريال مدريد، يعني هذه المباريات لو استغلها رياض محرز وقدم فيها هذاك المردود الجميل والمقنع وسجل أهداف ومنح تمريرات حاسمة، أنا نأكد لكم بنسبة 99% رياض سيكون أساسي. ولكن لو رياض محرز مر جانبا ولم يقدم ذاك الأداء الكبير ولم يعطي الإضافة، أنا نأكد لكم بأنه بنسبة 99% رياض محرز سيكون بديل. إذا سأعطيكم المباريات الخمسة بمسمياتها. عندهم يوم 22/4 مباراة أمام شيفيلد يونايتد في الاف اي كوب، هذه مباراة أيضا اللي حيكون فيها رياض محرز بنسبة كبيرة أساسي، لذلك عليه أن يثبت نفسه، ولو يتألق أكيد سيضمن مكانة أساسية في المباراة القادمة اللي حتكون في 26/4 أمام فريق أرسنال، الفريق الذي ينافس بقوة. أما في يوم 30/4 حتكون عندهم مباراة أمام فريق فولهام، ثم يوم 3/5 حتكون هناك مباراة أمام ويست هام يونايتد، ثم أخيرا وليس آخرا يوم 7/5 حتكون هناك مباراة أمام ليدز يونايتد، وبذلك بعدها يوم 9/5 سيأتي اليوم الموعود وهو مباراة فريق ريال مدريد. يعني هذه ال5 مباريات لو يتألق فيها رياض محرز ويبدع، أنا نقول لكم بأنه بنسبة كبيرة سيكون أساسي. غير ذلك رياض محرز طبعا لن يكون أساسي. لذلك يا جماعة أنا شخصيا نتمنى صراحة، يعني من أعماق قلبي، أنه رياض محرز يفوز بالشامبيونز ليج. هذا هو اللقب الوحيد الذي ينقص خزينة رياض محرز. إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق والنجاح. وأنا شخصيا نشوف أنه رياض محرز لو يحقق ذات الأذنين سيصبح أعظم لاعب عربي في الملاعب الأوروبية. إذا خلونا الآن ننتقل إلى جنة كرة القدم، وبالتحديد إلى إيطاليا، وبالتحديد وبالأخص إلى الميلان، وبالضبط إلى إسماعيل بن ناصر لاعبنا الدولي الجزائري الذي بات يشرفنا في الملاعب الإيطالية والأوروبية. نعم، شيء جميل أنه لاعب جزائري يرجعك إلى حنين الماضي. لما نقول لك حنين الماضي نقول لك ميلان زمان، ميلان أيام مالديني، أيام ريكاردو كاكا، أيام سيدروف، أيام الأسماء الكبيرة، ميلان العصر الذهبي. نعم، إسماعيل بن ناصر كان له دور كبير في ذلك، عندما أرجع الميلان إلى نصف نهائي دوري الأبطال، عندما أرجع الميلان إلى الواجهة منذ 2007. صراحة لم نشاهد ميلان في نصف النهائي، وإسماعيل بن ناصر لاعبنا الجزائري كان له دور كبير بذلك، لأن إسماعيل هدفه الذي سجله في السان سيرو كان وزنه من ذهب وقاد الميلان إلى السيمي فاينل. إسماعيل صراحة يعني في آخر 5 أو 4 مباريات لعب غير عادي، لاعب مش ممكن، مش نورمال. يعني إسماعيل في الآونة الأخيرة خاصة في هذا المركز الجديد، مركز الام او سي، مركز الميليو اوفنسيف، مركز الوسط الهجومي، اسماعيل في هذا المركز اعطى نوع اخر واعطى مفهوم اخر عن هذا المركز. صدقوني بيولي واسماعيل يقومون بشيء انا شخصيا لم اشاهده من قبل في كرة القدم. اسماعيل هو اللاعب الذي يضغط عليك في منطقتك، يعني ما يخليكش تلعب. وشفنا انه لوبوتكا مع نابولي لم يستطع ان يلعب اي كرة بالطول، كل كراته اللي يلعبها كان يلعب كرات بالعرض، وهذا امر طبعا يذكركم بزروكي. زروكي لاعب منتخبنا الوطني الجزائري، يعني كنا ننتقدوه لانه يلعب كل كراته بالعرض، فما بالك انت لما تشوف له بودكا افضل لاعب وسط تقريبا في ايطاليا،
بسبب اسماعيل بن ناصر اصبح يلعب كل كراته بالعرض، يعني حجب عليه فرصه انه يلعب الكرات بالطول، وهذا الامر ياكد لك ويبرهن لك انه هذا اللاعب قيمه عاليه اسماعيل بن ناصر. وغير ذلك وزياده عن ذلك اسماعيل يرجع للخلف ويقوم بالادوار الدفاعيه، وهذه الامور كلها يقوم بها في 90 دقيقه دون تعب. بسم الله ما شاء الله، يعني لما تشوف لاعب يقوم لك بهذه الادوار وتشوفه تقريبا في كل انحاء الملعب في 90 دقيقه، انا شخصيا بالنسبه لي هذا اللاعب افضل لاعب وسط في افريقيا. نعم في افريقيا نملك لاعبين متميزين في الوسط، نملك مثلا كيسيه، نمتلك سفيان مرابط، نمتلك توماس لاعب الاتلتيكو مدريد، نمتلك لاعبين، ولكن كل لاعب منهم يقوم بدور. عندك مثلا مرابط متميز في الدفاع، عندك مثلا كيسيه متميز في الهجوم، ولكن بن ناصر يعطيك دفاعيا، يعطيك هجوميا، يعطيك ما تريد. وفي هذه المباراة اللي لعبهم مع نابولي اعطانا هجوميا وسجل هدف، واعطانا دفاعيا سواء في منطقة الخصم او في منطقته في الخلف. لذلك شيء خرافي، شيء مذهل، شيء رائع ما يقدمه اسماعيل بن ناصر. انا نحييه ونتمنى له انه يواصل، ونتمنى ان نشوفه في اسطنبول في النهائي ان شاء الله امام لاعبنا الدولي الجزائري الرياض محرز. اذا جماعه هذا ما كان في جعبه اليوم، نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. تكلمنا شوي فيه عن اللاعبين الجزائريين، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. قبل نهايه الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وفي امان الله.